مفيش اي جلافزات، مفيش سرنجات 10 عشان ندي علاج او حاجه، بندي على مرتين. حالات ادميشن، دخول وخروج، حالات بتأرست، تشتغل سي بي ار هنا، دي بتتسنتر، دي بتركب مهوكر، عندها فولتارين وفليبتون وكتوداك ومسكنات. كل ده بسبب ان احنا بنيجي على صحتنا. بكل بساطه مش هتلاقي حد يكلمك عن كليه التمريض بالمصداقيه دي. زي ما اتكلمنا عن مميزات كليه التمريض، جه الوقت اللي نتكلم فيه عن عيوب وسلبيات مجال التمريض من وجهه نظر. النهارده ان شاء الله هعرفكم واكلمكم عن خبايا المجال. انا خريج كليه تمريض جامعه دمياط، الحمد لله ابتديت تراكمي امتياز، فمش هتلاقي حد يكلمك عن سلبيات المجال غير اما يكون حد اصلا من المجال نفسه، حد من واقع المشكله. قبل ما نبدا في فيديو النهارده ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت. وبقدم محتوى خاص طلاب الثانويه العامه والكليات. وفيديو النهارده باذن الله هتكلم عن سلبيات كليه التمريض، وربنا يستر من حلقه النهارده باذن الله هتكلم معاكم عن 6 جزئيات او 6 سلبيات. اول حاجه هي طبعا نظره المجتمع. للاسف نظره المجتمع لمجال التمريض مش احسن حاجه، وما زالت للاسف السينما المصريه بتطلع التمريض بشكل فيه اهانه شويه. طيب احنا عايشين في مجتمع بيحب يتكلم، لو ما لقاش حد يتريق عليه او يتنمر عليه هيتريق على نفسه ويتنمر على نفسه. فاحنا عايشين في مجتمع للاسف يقول لك انت يعني ايه تمريض؟ ده انت سرنجه، انت اخرك بتدي حقن، بتاخد اوردر. هم اصلا مش فاهمين حاجه عن مجال التمريض وبيتكلموا وخلاص. حتى لو انت كنت طالب في كليه طب بيطري هيقول لك ده انت حيالله واحد بتعالج. اكيد فهمتوا انا اقصد ايه او هم بيقولوا ايه. فالناس شغلتهم اصلا هم يتكلموا على بعض وخلاص. عايز اقول لك انت هتسمع كلام كتير سلبي عن مجال التمريض، بس انا عايزك تفكك منه كده وتكبر دماغك، مالكش دعوه بحد. والحمد لله مؤخرا نظره التمريض الى حد ما في الفتره الحاليه بقت احسن بكتير من زمان، والدليل ان بيتم افتتاح دلوقتي كليات تمريض خاصه وكليات تمريض كمان في جامعات اهليه. فالمجال عليه طلب كبير جدا جدا جدا، وكمان تنسيقه عالي. زمان كان اي حد سوري بيجيب 50% كان بيدخل كليه تمريض او معهد تمريض. دلوقتي الموضوع اختلف ونظره الناس الى حد ما بقت احسن شويه. ايا كان هتسمع انتقادات، تسمع كلام سلبي، فكك منه وسيبك منه، ما تتكلمش او ما تتناقش غير مع حد فاهمك او حد من نفس الليفل بتاعك. انت عايز تشرح له وتقول له بكل بساطه انا فلان الفلاني اخصائي تمريض وبعمل كذا وبعمل كذا، مفيش مشكله. انا واحد من الناس كنت شغال في العنايه المركزه 4 شهور، وفي وقت شغلي هناك الحمد لله بفضل من ربنا يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر ان هو ما ياثرش في الشغل بتاعه. فالريلاتيف او اهل الحالات كانوا مفكريني دكتور. انا مش دكتور، بقول لهم والله يا جماعه انا اسمي فلان الفلاني، انا اخصائي تمريض. انت بتعرف من انت ليك مكانه وليك قرار منفصل، ليك خطه علاجيه او خطه تمريضيه انت بتنفذها وبتمشي عليها. مش كل حد لابس بلطه او سكراب يبقى اسمه دكتور، لا، عرفهم ان في حاجه اسمها اخصائي تمريض او انت ممرض او انت خريج تمريض بشكل عام. لان الموضوع زي ما انت بتقول لواحد واثنين وثلاثه الموضوع هينتشر والصوره الى حد ما هتبدا انها تتحسن عن المجال بتاعنا. تاني حاجه هتكلم عنها هي طبيعه العمل في مجال التمريض. للاسف مجال التمريض مجال مرهق جدا 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 سواء للبنات او للولاد. انا بصراحه شايف المهنه دي هي كانت في البدايه للبنات، بس انا شايف ان هي حاليا المفروض تكون للولاد بس، لان الموضوع مرهق جدا. انت الشيفت بتاعك بيبدا اللونج مثلا من الساعه 8 الصبح ل 8 بالليل. في بيحصل مثلا شيفتات في العمليات انت ممكن تقف على رجلك او تتعقم في عمليه من 8 الصبح لحد 8 بالليل، 12 ساعه متواصل. ممكن 12 ساعه دول في عمليه واحده بس، وليكن عمليه عظام او مخ واعصاب. وبتحصل وحصلت معايا قبل كده ان انت بتشيل لود او بتشيل حاجات كتير فوق طاقتك، فبالتالي المجال مجهد جدا. مش كده وبس، ممكن في العنايه المركزه كمان الشيفت بتاعك يكون او يعني بلغه المستشفى كده شيفت قالب. حالات ادميشن، دخول وخروج، حالات بتأرست، تشتغل سي بي ار هنا، دي بتتسنتر، دي بتركب مهوكر، اللي عندها بيروح يغسل، نزل السي تي، عندها رايح هنا رايح هنا رايح هنا، وانت مش عارف تجيبها منين ولا تروح فين. وبالتالي بتكون مضغوط جدا في الشيفت بتاعك وبيكون اللود عليك جبار ورهيب. فبالتالي طبيعه العمل الى حد ما مش احسن حاجه ومرهقه. طبعا الكلام ده لا ينطبق على كل الاقسام، بس الطبيعي او طبيعه العمل في مجال التمريض هي تقيله شويتين. مش كده وبس، كمان بيئه العمل مش بتكون مساعداك. انا جات لي فتره في المستشفى لما كنت شغال ما كانش فيه خالص جلافزات، ما فيش اي جلافزات، ما فيش سرنجات 10 عشان ندي علاج او حاجه، بندي على مرتين بسرنج 5 او بسرنج 3. البي بي اي او الادوات بتاعتك اللي انت اساسيات اللي انت المفروض تكون محتاجها للاسف مش بتكون متوفره ليك، ومطالب انت كخريج كليه تمريض او انت كطالب تمريض تتصرف. يقول تيجي تكلموا طب يا جماعه اشتغل ازاي؟ مثلا الحاله دي اتش سي في او عندها مثلا مرض معدي، هتعمل ازاي؟ يقول لك اتصرف، يجيش قال لك اتصرف. طب اتصرف ازاي؟ انا بصراحه مش عارف.
فطبيعه العمل في مهنه التمريض الى حد ما شاقه شويتين ثلاثه، والكلام ده طبعا ينطبق على معظم المستشفيات، وبالذات لو انت في مستشفى جامعي. لو انت تبع مستشفيات الصحه او التامين فالجو بيكون اهدى شويه. تالت حاجه هتكلم عنها هي التقدير المادي او المعنوي او الاثنين مع بعض. مجالنا للاسف الفلوس بتاعته او مرتباته الى حد ما قليله جدا، حتى في البرايفت الشيفت بيبدا تقريبا من 150 جنيه ممكن 300 جنيه، وبيختلف من محافظه للثانيه. فلنفترض ان مثلا واحد شغال في شيفت اخدت 200 جنيه في الشيفت، هعمل بيهم ايه؟ 200 جنيه هجيب غدا مثلا ب 100 جنيه، مفيش حاجه يعني تشبعك ب 100 جنيه. انت متخيل ازاي؟ حتى لو فرض حاجه ب 100 جنيه اتبقى معاك 100 جنيه، هتدفع كام مواصلات؟ 50 جنيه مواصلات، يبقى صفصفت في الاخر انا 50 جنيه بس، وقيس على كده بقى بقيه المرتبات في كل المحافظات. فمفيش للاسف تقدير مادي خالص، انت بتشتغل شغل فوق طاقتك ومفيش حاجه بتعوضك عن التعب او المجهود اللي اتكلمت عنه في الجزئيه اللي فاتت بتاعه طبيعه العمل. فللاسف التقدير المادي الى حد ما مش احسن حاجه، انت بتشتغل وبيطلع عينك والمرتبات مش مجزيه خالص. كمان التقدير المعنوي، احنا في مجتمع يعني انت مهما عملت يقول لك انت ما عملتش، والكلام ده اصلا ينطبق على تمريض وفي كل المجالات. انت في اي شغل لو انت سوري في الكلمه طيب شويه وعلى قدك كده هيحطوا عليك في الشغل وهيزودوا عليك. فحاول تفهم الدنيا ماشيه ازاي وما تجيش على نفسك، صحتك اهم. احنا كنا لحد ما في العشرينات، فمش احنا كنا هنا ماشيين بفولتارين وفليبتون وكتوداك ومسكنات، كل ده بسبب ان احنا بنيجي على صحتنا على حساب الشغل ومفيش اصلا مقابل. فبالراحه على نفسك كده والفلوس هتيجي واحده واحده، بس ما تحرقش نفسك. دلوقتي هتكلم عن رابع جزئيه معانا ودي حاجه مهمه جدا. بسمع كتير اولياء امور بيبعتوا لي يقولوا لي مثلا يا زياد انا بنتي جايبه مثلا 85% وانا مش عايز ادخلها كليه تمريض. طب ليه يا عم الحاج؟ اصل معلش البنات دول بيسهروا في كليه تمريض وبيسهروا بالليل في الشفتات وسمعتهم وحشه وكده. طب انا مش فاهم. طيب الناس اللي اشتغلت قبل كده برايفت او نزلوا امتياز او ايا كان انت اشتغلت فين، طبيعي بيكون معاك اطباء او دكاتره بنات زي حضرتك كبنت خريجه تمريض، زيك زي خريج طب بشري البنت اللي معاك. انا كلامي دلوقتي موجه للبنات اللي داخلين تمريض او اللي بيفكروا يدخلوا تمريض او لاولياء الامور اللي عايزين او اللي مش عايزين يدخلوا لهم تمريض. حضرتك في الشيفت بنتك بتكون موجوده في الشيفت بتاعها، بتكون شغاله طول فتره النايت، كمان بيكون معاها الدكتوره او طبيبه بشريه، بيكون معاها كمان دكتوره صيدلانيه، هم بنات. طب ليه ما حدش بيتكلم على بنات طب اللي بيسهروا بالليل في المستشفيات وعلى مثلا بتوع صيدله اللي بيسهروا؟ ولا الموضوع حكر بس او لازم نجيب سيره بتوع تمريض؟ انا مش قادر افسر بصراحه. فزي ما في بنات تمريض بيسهروا وشغلهم نايت بالليل، في اطباء بيسهروا بالليل وبنات، في كمان صيادله بيسهروا كمان في مستشفيات، وفي كمان في طوارئ الاسنان في بعض الجامعات الحكوميه في مصر برضه بيسهروا بالليل. ليه الموضوع بس مقتصر على تمريض؟ انا مش عارف. هل انتوا اقتنعتوا باللي انا قلته دلوقتي؟ اعتقد كده انتوا لحد ما اقتنعتوا بجزئيه السهر والنايت بالليل. فمهما كان اصلا يعني احنا في مجتمع شرقي، يعني مجتمع شرقي احنا بنخاف جدا 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 على البنات. احنا برضه كشباب في المستشفيات او حاجه، لو احنا في فتره نايت او فتره شيفت بالليل وحد من زمايلنا البنات او الستاف الاساسي او ايا كان حابب يجيب حاجه، احنا نفسنا بننزل بنجيب لهم عشان ما ينزلوش الشارع. فاطمن ما تشيلش هم حاجه. الجزئيه اللي هتكلم فيها بعد كده، واحد يجي يقول لي يا زياد انا بصراحه كده مش حابب مجال التمريض، حاسسني كده مش ده انا مش لاقي نفسي فيه، انا مش حابب المجال خالص يعني. طب اعمل ايه؟ طيب انت قلت كده لان بكل بساطه احنا مش مترابطين كاسره تمريض. يعني مش مترابطين يعني احنا مش بنخاف على بعض، مش بنحترم بعض الا ما رحم ربي. طبعا في الكويس وفي اللي مش كويس، بس اغلبيه التمريض مش بنحترم بعض، بنقلل من بعض. في فئه من التمريض اللي هم التمريض القديم، الستات الكبار دول اللي عايزين يتوقدوا مش اكتر من كده. هم اللي مسوقين صوره التمريض شويه، هم حاسين نفسهم قليلين وبيقلوا من نفسهم، فبالتالي دول بيأثروا على الجيل الجديد. بس الحمد لله يعني الحمد لله انا واحد في المستشفى وشايف وعارف الجيل الجديد قد ايه عنده وعي بالجوب ديسكريبشن او بوظائف المهنه بتاعته. لو حد تطاول عليه بيقدر يرد وبيقدر ان هو يتصرف، مش واحد بياخد اوردر. لا، انت ليك كيان، ليك كلمه وليك قرار. ده اللي بيعجبني جدا جدا في الجيل اللي طالع، وان شاء الله بقول لكم وبنصحكم وبنصح نفسي كمان معاكم ما تسكتش عن حاجه. وهيقابلك فئات كتير من التمريض حرفيا تقول الناس دي ايه اللي جابها معانا، انت بتدعي ربنا ان هم يطلعوا معاش النهارده قبل بكره. فان شاء الله المستقبل لينا. عايز اقول لك مثلا زي خريج كليه الطب، هم عاملين نفسهم كيان، بيحترموا بعض. يا دكتور فلان، يا دكتوره فلانه، احنا نقول يا مستر فلان ويا مستر فلانه، ما تقولش خد يا ابني مش خد لا ما تقولش كده. الموضوع بيكون كله باحترام ويكون ايثيكال. ثالث حاجه هتكلم فيها هي المسمى الوظيفي لطالب التمريض.
تمريض. لو انت خريج كليه تمريض فانت اسمك اخصائي تمريض، لو انت خريج معهد فني تمريض يبقى انت اسمك فني تمريض. طيب المجتمع عنده ايه؟ خريج طب بشري اسمه دكتور بشري، ده في معايير المجتمع. واسنان دكتور اسنان، علاج طبيعي دكتور علاج طبيعي، وصيدلي دكتور صيدلي، وبيطري دكتور بيطري، وتمريض ممرض. هم ما فيش حاجه اسمها اخصائي تمريض. طيب ده المجتمع. بس لو جينا نشوف ايه هي الحاجه المفروض تكون ماشيه، الا وهي ان انت كدكتور بشري ما اسمكش دكتور، انت اسمك طبيب بشري. في فرق بين دكتور وفرق بين طبيب. هنيجي نتكلم بقى بصح والكلام الحقيقي، فانت في فرق بين الدكتور والطبيب. اسمك طبيب بشري، طبيب اسنان، طبيب بيطري، طبيب صيدلي، لكن مش طبيب علاج طبيعي ولا دكتور علاج، لا، اسمها اخصائي علاج طبيعي. بس الناس عندها اعتقاد او يعني حطوا خريج علاج طبيعي في زون ان انت دكتور، خلاص يبقى انت دكتور علاج طبيعي، وهم توارثوا حاجه زي كده. زي ما هم توارثوا مثلا ان انت كخريج كليه تمريض اسمك ممرض مثلا مش اخصائي تمريض، زي ما دي موروثه دي موروثه. فاحنا لا، نمشي ونقول ونعرفهم ان احنا اخصائيين تمريض. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني مثلا لو كان طلع علينا سمعه ان احنا اسمنا دكاتره، زي مثلا دكتور علاج طبيعي اسمك دكتور تمريض مثلا، يعني بالفرض، فالناس هتفكر انك اسمك دكتور، بس محدش عارف. ناس بتاخد بالعرف. بس احنا بايدينا وبايديكم ان شاء الله نقدر ان احنا نغير كل حاجه او كل فكر للاسف مش مظبوط متاصل او مترسخ في نفوس الناس. كمان برضو ممكن ولي امر يبعت لي ويقول لي يا زياد انا بنتي محتاره ما بين كليه تمريض وكليه طب بيطري، بس بصراحه هي عايزه تخش بيطري علشان خاطر يتقال لها يا دكتوره. طيب لو حضرتك او حضرتك بتسعي ورا اللقب بس، خلاص ما تدخليش كليه تمريض والموضوع بسيط. احنا مش دكاتره، احنا اخصائيين تمريض. انا مش عارف هل حضرتك هتضحي بالشغل والوظيفه وفرص السفر والكلام ده كله قصاد اللقب؟ لو انت عايز تعمل كده مفيش مشكله، توكل على الله في كليه البيطري. بصراحه انا بعتذر لكم، انا حاسس ان انا قفلتكم شويه بين كليه التمريض، بس انا والله مش قصدي اقفلكم، بس انا بعرفكم الحاجات اللي ان شاء الله هتقابلكم قدام. بعرفك ازاي ترد على حد يعني بيتطاول عليك، بعرفك كمان ازاي تتعامل في المواقف الصعبه. فما تسمحش لحد يقلل منك، ما تسمحش لحد يتطاول عليك، ما تسمحش لحد يقلل من قدر معلوماتك، واعمل كل اللي عليك عشان تسافر بره مصر. بره مصر في التقدير المعنوي والمادي وفي كل حاجه. الاطباء البشريين اصلا في المانيا وفي الدول الخارجيه او الدول الاوروبيه بيشتغلوا شفتات تمريضيه جنب شفتات الطب بتاعتهم. التمريض بره بيكسب جدا. فعايز اقول لك حاجه اخيره، اللي بيتريق على المجال بتاعنا او اللي بيقلل منه، والله لو ابنه ثانويه عامه او قدامه فرصه يدخل كليه التمريض عشان يشتغل ويتعين، هو هيكون اول واحد بيسال عن تنسيق كليه التمريض واقدم له ازاي فيها. فانتوا متخيلين ايه كمان؟ فالناس قاعده لبعض، سيبك من كلام الناس اللي في نفسه حاجه يقولها، مالكش دعوه بحد. وانا عندي ان شاء الله ثقه في ربنا ثم فيكم في تحسين صوره التمريض الفتره اللي جايه باذن الله، بانك عارف واجباتك، عارف حقوقك، عارف كل حاجه ماشيه ازاي. اللي يدي امل شويه في الموضوع ان من 5-6 سنين فاتت كليه التمريض كانت بتوصل تقريبا بالتنسيق القديم لحوالي 60%، دلوقتي ما شاء الله واصله لحاجه و80% وهتعدي 85% السنه دي. واحنا اي نعم ممكن ما نلاقيش التقدير المعنوي او المادي كويس في بلدنا، بس هنلاقي التقدير رباني. احنا مهنتنا الحمد لله بتاخد عليها ثواب، بتكفي بس دعوه من مريض. فان شاء الله كل اللي جاي خير. اسف لو كنت قرصت شويه في السلبيات، بس كان واجب. ولو انا طلعت قلت لك الايجابيات 1 2 3 وخليت لك البحر طحينه تدخل تتصدم، لا، لازم زي ما قلت لك ده اعرفك وافهمك ده برضو. بس كده مش هطول عليكم، فيديو النهارده خلص. لو انت مش متابعني اعمل لايك الفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس، واكتب في الكومنتات حابين نتكلم عن ايه الفتره اللي جايه، واللي عنده اي سؤال يكتب في الكومنتات تحت. ولو انا ما ردتش عليك ابعت لي على الانستجرام، برد على كل المسجات اللي بتجيلي. وشكرا ودمتم في خير وسلام.